كان في برجر كينج وماكدونالدز الاثنين، ماكدونالدز كان مسيطر في مكان وفاتح في مكان والمكان ده بتاع ماكدونالدز بس، او المقاطعه في امريكا المكان ده بتاعه بس، تمام. بس معلش عشان برضو معلومه ممكن صح قوي، هو ما كانش في امريكا، ممكن يكون في بلد اوروبي. سواء ماكدونالدز كان مسيطر قوي في مكان كويس، فجي برجر كينج شايف ان الترافيك في المكان ده حلو، فقال لك ايه، ما نفتح برجر كينج هنا عشان يبقى يعرف ياخد من الماركت شير بتاع ماكدونالدز. فماكدونالدز عمل ايه؟ راحوا التيم بتاعه قال لك طب بص، احنا هنعمل اوفرز، هنعمل عروض، هنعمل الكلام ده كله علشان الناس ما تروحش البرجر تيجي عندنا. واحد كده رزين كده قال لهم لا، احنا مش هنعمل عروض، احنا هنعمل حاجه، اليوم اللي هيفتح فيه برجر كينج احنا هنقفل. طيب ده امباكت بتاعه عامل ازاي؟ كده كل الناس اللي عايزه برجر هتروح لبرجر كينج، منطقي، لان هو راجل عايز ياكل في الاخر، مصلحته في المكان اللي بياكل. احنا مش هنعمل عروض، احنا هنقفل اليوم ده. طيب ايه اللي حصل؟ الضغط اللي حصل على برجر كينج ما قدرش يهندل الاوردرز بتاعته، فايه اللي حصل؟ الناس كلها عرفت ان برجر كينج اول ما فتح مش عارف يهندل اوردرات، فاستنوا ماكدونالدز لغايه لما يفتح. لما ماكدونالدز فتح تاني يوم كل الناس راحت لماكدونالدز.